السلام عليكم، كل سنة وحضراتكم طيبين، ويا رب انتوا واسركم وولادكم تبقوا دايما في احسن صحة واسعد حال. انا شفت حاجة دلوقتي يا جماعة خلتني اسيب كل اللي في ايدي واصور الفيديو ده وهعرضه لحضراتكم على طول. انا بحضر لمشروع دلوقتي، حضراتكم هتعرفوا عنه في خلال يوم او يومين بالكتير ان شاء الله. المشروع ده بيخليني مضطرة اتفرج على الافلام والاغاني والحاجات الترندنج او المنتشرة او اللي الناس كلها بتشوفها دلوقتي. فشفت أغنية اسمها اختياراتي مدمرة حياتي للفنان أحمد سعد من فيلم مستر أكس بتاع أحمد فهمي وهنا الزاهد. قبل ما الأغنية ما تبدأ ناس كتير واقفة في مكان فيه رقص يعني، وأحمد سعد واقف على يمينه بنت لابسة مايو بيكيني وعلى شماله بنت لابسة مايو بيكيني، وقبل ما يغني بيقول في المايك اللي يحب النبي يرفع ايده فوق، فالناس كلها اوه وكده. جماعة هو ايه ده؟ يعني انا اسفة سامحوني على انفعالي. هو السادة صناع الاعمال الفنية، هنقول عليها مجازا فنية، ما بقاش عندهم اي حدود من اي نوع؟ يعني مش كفاية الالفاظ المهببة والاخلاق اللي زي النيلة والعري اللي بقى رهيب بقى يعني من غير حدود اللي بيقدموه في اعمالهم، كمان النبي مش هيسلم من اذاكوا؟ يعني هو احنا كمسلمين مش دايما بننفعل بقى لما يكون في حد اجنبي بيسب النبي ولا بيعمل رسومات موسيقى؟ طب هي دي مش اساءة للنبي؟ هو مش اساءة للنبي ان اسمه يذكر في مكان ناس كلها قلعة وفي خمرة باينة في الباك جراوند؟ هو ايه ده يا جماعة؟ هو احنا ازاي بقينا نسمح بالحاجات دي انها تتعرض في الافلام بتاعتنا احنا المسلمين؟ وبعدين معلش يعني فين الازهر الشريف وفين وزاره الاوقاف وفين الهيئات الدينيه اللي في مصر بلد الازهر؟ ان فين هم من الكلام ده؟ ازاي بيتسمح، ازاي بيسمح ان الحاجات دي تعرض في الافلام؟ انا اسفه سامحوني على انفعالي، بس انا بجد اتحرق دمي وما قدرتش اكمل الاغنيه، وفعلا فعلا دمي محروق. ازاي يا جماعه بقينا نسمح بالحاجات دي؟ فانا مش هسكت، واتمنى ان الكلام ده يحصل ضده حشد شعبي ورقابه شعبيه، ان الحاجات دي ما تتقالش في الافلام. اسم النبي يا جماعه ما يتقالش بالطريقه دي. عذرا يا رسول الله، واحنا بنعتذر لحضرتك ويعني وبجد اسفين على الاساءه دي. اتمنى ان الكلام ده يبقى ليه حد. كل سنه وحضراتكم طيبين، واشوف حضراتكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.